لاباس، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده مع شهيوات خديجه التقومه. الوصفه ديالنا اليوم هي حلوه دوازاتي بمكونات بسيطه وكتجي بنينه البنات وكتجي رائعه. نتمنى تجربوها في البيوت ديالكم. الحلوه ديالنا غنديروها على شكل هلال، نتمنى تجربوها في البيوت ديالكم. عندنا هنا في المقادير عندنا كاس تاع الزيت النباتيه، عندنا كاس تاع سكر ناعم او سكر كلاصي، عندنا بيضه واحده كامله، وعندنا صفر ديال البيضه، وعندنا الزبده هنايا رابعه ديال الزبده ديال اللذه من حراره المطبخ، وعندي هنايا 50 غرام ديال شوكولاط حبيبات او شوكولاط ديال كوكيز كيف شاهدتوا، وعندي هنايا الفانيلا وخماره، وهاد الشاشيه ديال الفلون ايديال ديال الكراميل تاعي كيجي فيه النسمه ديال مع الشوكولا كيجي زوين. وهنا عندنا قليل من الملح. وندوزو هنا لطريقه التحضير على بركه الله. ندوزو هنايا لطريقه التحضير على بركه الله. هنا الفرص راه نسيت لكم على حسب الخليط. غناخدو الزبده مع قليل من الملح، رشه ملح كيف كتشاهدوا غير القليل، وغنديروا سكر كلاصي وغنديروا فانيلا، وغنمعكوا هاد المكونات مزيان. غنمعكوهم مزيان. غنديروا هاد الطريقه بحال الطريقه اللي كنديروا باش كنخدموا صابلي، بحال الطريقه باش كنخدموا صابلي. دابا حنايا دخلنا الزبده مع سكر كلاصي، غنزيدوا الزيت ديالنا كيف شاهدتوا، غندخلوا الزيت مع الزبده كيف كتشاهدوا، وغنمعكوهم مزيان كيف كتشاهدوا حتى ولاو بحال الكريمه. غنضيفوا هنا صفر بيضه وبيضه كامله، وغندخلوهم حتى هما مزيان حتى ما يبقاش يبان لينا البيض ديالنا كيف كتشاهدوا. حنا كنمعكو كنديروا في هاد الكف ديالنا كنديروا باش ما يبقاش لينا دوك الحبيبات ديال الزبده كيف كتشاهدوا. ضفنا هنا فلون ديال الكراميل كيف كتشاهدوا، غندخلوهم مزيان بعضياتهم. عاد غنبداو نضيفوا الفرص ديالنا غير بشويه بشويه، وحنا ما كندلكوش بحال الطريقه ديال صابلي، ما كندلكوش البنات، غير كنجمعوا فقط. ها نتوما كيف كتشاهدوا كنضيف في الفرص بشويه بشويه وغير كنجمعوا. هنايا الفرص اللي هزت ليا كيلو لارو ديال الفرص كيف كتشاهدوا، وحنا كندخلوا هذاك الفرص غير بشويه بشويه. ملي كنحسوا بها تجمعات لينا شويه كنضيفوا هذوك الحبيبات ديال الكوكيز، حبيبات تاع الشوكولات كيف كتشاهدوا، غندخلوهم حتى هما. عاد غنبداو نزيدو في الفرص حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا، وعاد غنضيفوا هنايا راه حصلنا على القوام اللي بغينا. ها نتوما ما بقاش كتلصق لينا، كنضغطوا عليها هكا ما بقاش كتلصق لينا في يدينا. غنضيفوا هنا الخماره وغندخلوها مزيان مع العجين ديالنا. ها نتوما شفتوا راه ما كندلكش، غير كنهز العجين وكنردو كيف كتشاهدوا. هنا غنقطعوها الى 3 قطع وغنديروها في السلوفان وغنديروها في الثلاجه واحد نص ساعه باش تساعدنا باش نخدموها ان شاء الله، باش تجمع لينا حيت الزبده عندنا تجمع لينا شويه باش ملي نسرحوها ما تعذبناش كيف شاهدتوا. هنا راني خرجتها من الثلاجه خليتها واحد نص ساعه، وغندير ليها غندير ليها بحال هذا بحال صابلي. غنديرها ما بين بلاستيكه وبلاستيكه وغنسرحها بالمدلك كيف كتشاهدوا. ومني غنسرحها ما غنسرحهاش بحال صابلي، غنسرحها غليظه شويه على صابلي. هانتوما الحجم ديالها راه غليظ كيف شاهدتوا. غناخذوا واحد الطابع بحال هكا دائري وغنبداو نديرو على شكل هلال، وحنا كنطبعوه وكنديرو نصف عفوا نفس الحجم. حاولوا ديروا نفس الحجم. لما جاكمش نفس الحجم غتنقصوا شويه، غير بهذاك الطابع تنقصوا، تقدروا تنقصوا شويه كيف شاهدتوا. وحنا كنطبعوا بهذا الشكل هذا على شكل هلال، وراه كتجي رائعه البنات، كتجي كتذوب في الفم وبنينه بنينه بزاف. هنا ناخذوا اللاطه ديالنا اللي فرشنا فيها بابي كويسون وغنسرحوا هذا عفوا غنحطوا هاد الحلوه ديالنا كيف شاهدتوا. غنكملوها كامله بهاد الطريقه هذه حتى نكملوهم كاملين، ونشعلوا الفران سخون ونقصوا عليه البوطه متوسطه كيف شاهدتوا، وندخلوه للفران حتى طيب لينا وتحمر لينا كيف شاهدتوا، ونخرجوها من الفران.
هنايا الطياب ديالها بحال صابلي. هنا راه خليتها حتى بردات، ومرة الفطور عاد بديت نزينها. الا بغيتو تخليوها بهذا الشكل هذا خليوها، راه مع الليل راه كتبان لكم محمره بزاف، ولكن هي راه محمراش بزاف، راه مع الضوء. هنايا راه كناخذ الشوكولات ابيض اللي دوبته، كنغطس النصف ديالها، وكندير الشوكولات اسود. وكندير نقيطات بهذا الشكل هذا 3، وكناخذ الكيغدو وكنجر كيف شاهدتوا. راه كتجي رائعه. بغيتو نتوما ديروها بالشوكولاط كامله، تغطسوها في شوكولاط الوجه ديالها، لكم الاختيار في التزيين. وهنايا راه درت حتى شوكولاط اسود، الا بغيتو ديروا حتى شوكولاط اسود في الوجه ديالها وديروا نقيطات بالشوكولاط ابيض، لكم الاختيار. وهنايا راه كتجي رائعه رائعه، وكتذوب في الفم وسهله في التحضير. ونتمنى تجربوها في البيوت ديالكم. وما تنسونيش البنات من اللايكات، واللي يدخل عندي جديد ما ينسانيش من الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنشكركم كاع كاملين اللي كتدعموني واللي كتكتبوا لي كومونتير. وان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.